أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع تبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 225152 بتطبيق القانون رقم 18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاز في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع تبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1/22/79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 13 ديسمبر 2022، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفية تفعيل مراقبة عمليات جمع تبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات تحدد بالأساس الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يدعى لديها. كما يتضمن هذا المشروع حسب الوزير مقتضيات تحدد كيفية التصريح بتوزيع المساعدات وكيفية مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.